بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده يا حبايبي مش هنعمل حاجه من الروتين بقى في البلكونه. كل واحد يزرع بلكونته اي حاجه، بقدونس، نعناع. الزراعه حلوه والله يا جماعه، وبتريح النفسيه وتريح الاعصاب. واحد ما بيخرجش من البيت عشان رجليه تعبانة، فمعظم الوقت بقضي في البلكونة جنب الزرع ده، يريح النفسية والأعصاب. شايفين يا حبايبي؟ ده نعناع اهو، ده نعناع. أنا بعمل لكم فيديو ازاي تزرعوا النعناع والكزبرة الخضرة، تزرعوها في البيت، وازاي تزرعوا من الجذور بتاعت الشجر. هبوريكم ازاي تعملوا لها جذور وتزرعوها. دي عندي ديت نبتة العنكبوت، دي بتولد طول السنة، تخلف أولاد صغيرة. أنا مسميها أم 44، إنها بتطلع أولاد صغيرة طول السنة. يعني مثلا دي بتاع الصغيرة كانت عاملة كتير، تاخديها ممكن تعملي منها مشروع النبتة دي، تبيعي منها، تدي أصحابك، تفرعي على جيرانك. كل دولت أولادها. شايفة دي من أولادها دول. وادي واحدة كمان اهي، دي أولادها برضه. دي أولادها، ودي برضه بتها، ودي برضه بتها، ودي برضه بتها. كل دي هي والدها، لأن هي مثمرة، طلع لك أولاد كتير. يا رب انتوا تجيبوا واحدة زيها وتخليها عندكم في البيت، بتعيش في البيت وبره البيت وفي البلكونة وفي الظل وفي أي مكان بتعيش. ما بتشربش مية كتير، يوم ويوم تسقيها. خلاص يا حبايبي، دي بطاطا اهي، بطاطاية حطها في المية، بصي تطلع لك حاجات كده. ودول ازايز، الازايز دول الفاضية بتاعت المية، ممكن تعمليها كده وتستفيدي بيها بدل ما توقع، بدل ما ترميها. اهي بطاطا دي بطاطا، وده عطري ده اهو. اهم حاجة بس انتوا تتعلموا ازاي تزرعوا من الجذور من اي شجرة. ممكن تقطعي منها غصن وتاخدوا الجذور وتزرعيها. انا اعمل لكم فيديو تاني اذا عجبكم الفيديو ده، اعمل لكم فيديو تاني اوريكم ازاي تزرعوا من الجذور وازاي تزرعوا النعناع. حطوا اللايك يا حبايبي، واللي مش مشترك يشترك. صلوا على النبي، تابعوني. حاجتنا كلها على قد الايد. واعمل لكم فيديو ازاي تزرعوا من الجذور، اي جذور عندكم ازاي تزرعوها. ماشي يا حبايبي؟ الزرع حلو في البيت، طلع الطاقة السلبية وريح النفسية. ازرعوا في بيتكم لو شجرة، هاتوا دي، اسألوا عليها وهاتوها. دي مثمرة، هتعمل لكم أولاد كتير، تخلفوا منها أولاد صغيرة كده. والبطاطا والنعناع. حطوا اللايك يا حبايبي، واللي مش مشترك يشترك وتابعوني.